مع تطور التكنولوجيا خلقوا المقاصة الإلكترونية. مفهوم بصفة عامة باش نبسط لكم المفهوم، هي عندما يقوم زبون من البنك الوطني الجزائري بتسوية فاتورة لشخص ليس له حساب داخل البنك الوطني الجزائري، يجتمع جميع البنوك ويتبادلوا الصكوك من عملية التوفير أو الاقتراض. وهناك منتوجات خاصة بالصرافة الإسلامية، من بينها دفتر التوفير الإسلامي الخاص بالشباب. مثلا أنتم منكم أن تقوموا بفتح حساب عن طريق يعتمد على الصرافة الإسلامية. كذلك هناك دفتر التوفير الإسلامي. هنايا عندكم الفرق بين الدفتر التوفير العادي والكلاسيكي والدفتر التوفير الإسلامي. هنا يقوم البنك باستعمال أموال المودعة في تمويل طالبي التمويل الآخرين، عبارة عن قرض. جي البنك تقدم الملف وهذا هو التمويل، والبنك يقوم بتمويل عملية شراء. في إطار الصرافة الإسلامية يتجه البنك بصفة عامة حسب التوصيات السلطات العليا للبلاد إلى رقمنة جميع النظم وخاصة النظام البنكي. وفي هذا الإطار حتى النوافذ الإسلامية عندها بطاقة السحب إلكتروني. يكون عنده دخل ثروة منتظم يكون عنده الحق باش يدي تمويل، سواء في السيارات ولا السكن ولا تجهيزات كمان. هذه أحد الشروط. يتشرف البنك الوطني الجزائري للعودة ثانية بعد الأسبوع الماضي، حيث دعونا فئة التلاميذ الابتدائي في عيدهم السنوي والعالمي. ارتأت في نفس الإطار ارتأى البنك الوطني الجزائري دعوة تلاميذ الثانوي للاحتفال معنا في تاريخ السنوي لتأسيس البنك الوطني الجزائري الذي مر عليه 57 سنة من تاريخ 13 جوان 1966، حيث قمنا بنفس الشيء، إيصال فكرة وثقافة الادخار وتوضيح جميع معاملات البنك الوطني الجزائري للأجيال الصاعدة التي تقوم بإذن الله في المستقبل دفع بعجلة التقدم والتطور. وكذلك أشكر جميع التلاميذ الذين لبوا الدعوة مع أوليائهم، وكذلك أشكر صفحة تيرت نيوز التي تقوم بعمل جبار لإيصال المعلومة إلى المواطن تيرت بصفة خاصة والجزائري بصفة عامة. كذلك من هذا المنبر أود أن أقدم رسالة إلى جميع المستثمرين ولاية تيرت، حيث من خلال متابعة لصفحة تيرت نيوز قام سيادة الوالي بعدة خرجات وعدة تجمعات وعدة ملتقيات مع المستثمرين للقيام دفع عجلة التنمية في هذه الولاية. ومن هذا المنبر أعيد وأدعو جميع المستثمرين التقدم إلى وكالاتنا على مستوى ولاية تيارت التي تحوز على وكالتين. جميع طلبات التمويل التي سوف يجدون فيها الترحاب، التسهيلات التي يمكن للوصول بها إلى تمويل مشاريعهم. بمناسبة ذكرى 57 سنة من تأسيس البنك الوطني الجزائري، ارتأت المديرية العامة والجهوية مرة ثانية قبل ما مرينا المرحلة الأولى باستعمال يوم الطفولة، قمنا بنداء أطفال خاصة شريحة الأطفال، توضيح مهام منتوجات البنك الوطني الجزائري ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني. مرة ثانية في ذكرى تأسيس البنك الوطني الجزائري كذلك ارتأت المديرية والموظفين من أجل جلب هذه الشريحة الثانية، وهي الشريحة الثانية بالنسبة للثانوي. ارتأينا بها نوضحوا لهم كل التسهيلات اللي تقوم بها، العمليات اللي تقوم بها البنك الوطني الجزائرية، خذها من الناحية الكلاسيكية وكذلك من ناحية جانب الصرافة الإسلامية. بمناسبة ذكرى تأسيس نتقدم باسمي وباسم العمال البنك الوطني الجزائري وكالة تهنئ كل عمال البنك الوطني الجزائري على المستوى الوطني، نبارك لهم ونشكرهم ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من العمل والمثابرة. نشكر السيد المدير سي عزيز على هذه الدعوة، ونشكر البنك الوطني الجزائري اللي راه يعطي الاهتمام هنا في ولاية تير. هذه الثانية بعد عيد الطفولة، كاين الأولى عيد الطفولة والثانية عيد تاعهم تاع التأسيس تاعهم 57. نشكروا كاع الإطارات اللي في البنك اللي الحمد لله اللي رانا صايبين راحتنا، الحمد لله رانا صايبين راحتنا معهم. معكم إكرام حبيبة بوعكاز، تلميذة من ثانوية أحمد مدغري. أشكر مدير بنك بيانا على تحفيزه لنا وتكريمه لنا هذا اليوم. كما أشكر ثانوية أحمد مدغري بكل طاقمها المجهولات. استفدنا اليوم حيث تعلمنا طلعنا على بعض الخدمات اللي قدمها البنك الجزائري. بروفيسور خالد بوعكاز جامعة تيرت. أشكر البنك بيانا
اللي كان مرافقنا طول مدة شبابنا وطول المدة تاع الكبر تاعنا، واللي كرمونا الأطفال تاعنا. وهذه أول مرة في حياتي où je vois une banque s'intéresser aux lauréats. Vraiment c'est un signe de grand espoir. هروال عبد القادر، تلميذ سنة أولى جامعة مشترك علوم تكنولوجيا بثانوية أحمد مدغري، متحصل على معدل 17/44. اليوم تم التعرف على خدمات البنك، فأتقدم بجزيل الشكر إلى كل موظفي ومشرفي هذا البنك، وأتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم المهني، وعيد ميلاد سعيد.